السلام عليكم، إزيكم؟ أنا شيماء اللي أول مرة يشوفني وحشتوني جدًا من الفيديو اللي فات، هنعمل مع بعض النهارده بقى السجق الخطير اللي أنتم شايفينه ده، السجق بأصوله بكل تفاصيله وتكاته، حلو جدًا. هنعمل بقى شايفين بنعمل كده الساندوتش بقى خطير، نحط حبة من الطحينة بقى وناخد السجق ونحطه، بجد حكاية. شايفين شكل السجق والّا طعمه بجد خطير، خطير. أولًا مش هاطوّل عليكم الفيديو، عجبكم الفيديو النهارده بقى لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم، ونحط كمان كده حبة طحينة من على الوش، بجد طعمه حكاية، إحنا من عشاق السجق. يالّا بقى نشوف عملنا السجق بتاعنا النهارده إزاي، يالّا بينا. أول حاجة بقى هنا هنبدأ إن إحنا عايزينه مع بعض طماطم وسجق والزيت، واللي بيحب يحط فلفل هيحط فلفل وشوية من الملح وشوية من الفلفل. تمام. هنحط فلفل أخضر أو فلفل ألوان تمام، بس أنا عندي ما بيحبوش بالفلفل فما باحطش فيه. جِبت معايا بقى طاسة كده على النار، هانزل فيها إيه، بشوية من الزيت وكمان شوية الطماطم بتاعنا مقطّعة على النُص كيلو سجق، قطّعت 5 وحدات طماطم اللي هي الوسط. تمام. السجق عندِك ممكن يا إما تحطيه سليم زي ما هو، يا إما تقسمي الواحدة على 2. السجق سواء جبتيه اللي هو الجاهز في الماركت أو جبتيه اللي هو عند الجزار، هو بيبقى فيه التوابل بتاعته. تمام. بس طبعًا تجيبيه يعني حاجة موثوقة. أنا باقطّعه هنا على نُصّين وخلاص، القوطة بتاعتي على النار مع الزيت، سايباها تدبل شوية عَبَل ما أقطّع السجق بتاعي. الأكلة دي حلوة جدًا وسريعة بجد، يعني أسرع أكلة في خلال مثلًا 10 دقايق بالضبط هتكوني عملتِ أحلى سجق وبألف هنا وشفا. حابة بقى تاكليه بالعيش البلدي، بالعيش الفينو زي ما أنتِ حابة، ساندوتشات كده بقى مع شوية كبدة بيبقى خطير أو لوحده. هنا بقى هنروح نشوف الطماطم بتاعتنا على النار، بُصّوا بقى دبلت كده ونزّلت المَيّة بتاعتها في شوية الزيت، هابدأ بقى أنزل عليهم بربع معلقة من التوم المهروس. تمام. ممكن تستغني عن التوم لو السجق اللي أنتِ جايباه فيه مكتّر التوم فيه، لكن هو بنحط ربع معلقة صغيرة من التوم تدّي نكهة وطعم حلو أوي. هابدأ كده أقلّبها وأبدأ إن أنا أجيب بقى السجق بتاعي وأنزل بيه. بُصّوا ما فيهوش أي حاجة، أي حد لو بنوتة صغنونة هتعرف إن هي تقف تعمله لك، حلو جدًا بجد. شايفين بقى نبدأ نقلّب فيه بقى ولحد ما نلاقيه بقى خَد اللون الأحمر اللي كنتم شايفينه كده في أول الفيديو، هنبدأ بعد ما قلّبنا كده حوالي دقيقتين، رُحنا نحط بقى شوية الملح وشوية الفلفل، وخلّي بالِك ما تحطيش ملح كتير، يعني رشة ملح. هنا بعد ما قعدنا نقلّب بقى شوية كده فيه، دُقنا واحدة كده لقينا طعمه خطير، خطير. حابة بقى تصفّي الدهون اللي فيه من تحت دي صفّيها، حابة تاخديها كده أنا حسيت إن هو عايز شوية ملح رُحت حاطة له حبة كمان. زي ما باقول لِك الدهون دي عايزة تصفّيها صفّيها، مش عايزة وبتحبي طعمها كده خلاص. أتمنى الفيديو لو عجبكم بقى لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. أحلى سجق، ألف هنا وشفا، أسيبكم وأقول لكم مع السلامة.